صفوف أكلة حلويات لبنانية كتير طيبة وكتير أصيلة. يلا نعملها مع بعض. 2 كوب من الحليب الدافي، راح نحط عليهم ملعقة طعام من الكركم، كوب ونص أو كوبين من السكر براحتكم. راح نحط السكر فوق الحليب ونحرك كل المكونات مع بعض. بعد ما حركناهم راح نحطهم على جنب، فنصف الوصفة تقريبا جاهز. النصف الآخر 2 كوب طحين، 2 كوب من السميد الناعم حصرا، ومعلقتين من البيكنج باودر، ومعلقة طعام من اليانسون خشن أو ناعم براحتكم، ونص كوب من الزيت النباتي زيت الذرة. وراح نبسهم كتير منيح، يعني نبسهم أو نحركهم أو هيك نفرولهم بهذا الشكل. بعدين راح ننزل بالحليب والكركم والسكر اللي عملناهم، راح ننزل فيهم شوي شوي ونحرك، كمان ننزل شوي شوي ونحرك لا يتجانس كل القوام معنا وما يضل عنا أي تكتلات بهذا القوام. راح نجيب صينية وندهنها بمعلقة طحينة كرمال ما تلزق. بس هاي الطحينة حركة قديمة كانت تعملها أمهاتنا صراحة مشان ما تلزق الصفوف أو الهريسة أو غيره يعني من الحلويات. بعدين راح ننزل بكل الخليط على الصينية اللي دهناها طحينة، وندخلها على الفرن 25 دقيقة من تحت على نار متوسطة، يعني 180. وهي النتيجة. ما خلصنا، راح ندهنها بشوية قطر يا جماعة. أنا كان عندي شوية قطر وسمنة صراحة فدهنتها. بعدين راح نقطعها لمربعات. طبعا مفروض أنا كنت حطيت لها لوز مقشور أو كاجو قبل الشوي، لكن صراحة نسيت، مشان هيك زينتها بالفستق الحلبي. واحدة من أحلى الوصفات اللي عملتها. ريحة اليانسون وريحة الخبيز بالبيت جميلة جدا، وفعلا بتذكرنا بالزمن الجميل. لا تنسوا تشوفوا المقادير تحت الوصفة، ولا تنسوا تعملونا فولو، وخبرونا إذا بتعملوا شي شبهها ببلادكم. صحتين.